بيان المسألة أخطر من مسألة التطبيق. المسألة أولا يعني خنوع العلماء والفقهاء إلى رغبات العامة. يعني كما ابتلي الفقه السني بمسايرة السلطة، ابتلي فقهاء الشيعة بمسايرة العوام. ومعروف في الحديث الخاصة، احنا نتحدث في حديث بينكم فضلاء وأساتذة، معروف لدى الفقهاء يسمى فقه البازار. يعني هذا الفقه الذي نمشي مع السوق ومع العوام ومع كذا وشيء، فقد تكون الفتوى يعني بحسب الدليل الفقهي شيء، لكنه العوام كنت تسايرهم بشيء آخر. فنحن لا يعني نقدح في الفقه السني، صحيح وهذا خلل في الفقه السني، فقه العامة ومسايرة السلطة حتى سموا بوعاظ السلاطين، لكن نحن لسنا بمن آمنوا، نحن لم نبتلى بالسلطة ولا مسايرة السلطة، هم هاي ليسنا بها، ليس لنا فضل بذلك، وأصلا ما ابتلينا بالسلطة، ولما ابتلينا بالسلطة هم الله يعلم كل واحد من عندنا ما هو حسابه عند الله تبارك وتعالى. لكن نحن ابتلينا أيضا بفقه مسايرة العوام. من جاء بالتطبيق؟ حينما يقول التطبير من الشعائر الحسينية، ودير بالك تندق بالشعائر الحسينية، فمن الذي جعلها من الشعائر الحسينية؟ وانتم فقهاء وعلماء وتعلمون لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فشلون يجوز تتمسك بعموم ومن يعظم شعائر الله إذا لم يثبت أن هذه من شعائر الله؟ ما يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هسه لو اعتبرناها شبهة، وإلا هي حرام، لأنه إضرار بالبدن وأنت لست مسلطا على بدنك حتى تضره بهذا الضرر، لا يجوز لك. فهل يجوز لكل أحد أن يدخل في الشعائر ما يشاء ويجي يقول والله هاي شعائر حسينية ودير بالك تندق بالشعائر؟ الله ليعلم أنه اليوم جاءونا بالتطبير، وثم جاءونا بتطبير النساء، ثم بتطبير الأطفال، ثم بالمشي على الجمر، ثم بضرب الظهور بذن السكاكين وإدمائها. مش مدري ليش يجون بعدين بماذا؟ ومن هذه الأيدي التي تأتي بهذه؟ يعني ألا نحتمل، ما أقول ألا أستطيع أن أطمئن بأنه توجد أيادي تريد أن تشوه التشيع وتأتي بهذه أيادي تريد أن تفرغ الشعائر الحسينية من مضمونها الحقيقي والمبادئ التي استشهد من أجل الحسين، وتحولها إلى فلكلور ومهرجان شعبي يخرج الناس للتفرج عليه. تحول يوم عاشوراء إلى شون مهرجان مصارعة الثيران في إسبانيا، مهرجان مثير مباوع ذول شون يصارعون الثيران، ولو الثور يقتل له هو يقتل الثور. الله ليعلم تحول عاشوراء شيئا فشل، مهرجان للتفرج وخروج الناس تتفرج على قضية فرغ من محتوى. فإذا ألا تكون هناك أيدي؟ وبعض الوثائق طبعا لما أجى الاحتلال البريطاني بعد الحرب العالمية لو تشير لأنهم دعموا مواكب التطبير وأنفقوا عليها، هاي وثائقهم تقول. المسألة ليست مسألة تطبير مش طابق جيبي، لكن مسألة ما ندري وراءها. اليوم تطبير مشي على جمر باكر، ماذا يجيبون من الأشياء؟ تعلمون أهدافها ما هي؟ أولا تشويه المذهب، إفراغ الشعائر الحسينية من مضمونها وتحويلها إلى قلنا في مهرجانات شعبية تتفرج عليها الناس وتنتظرها من سنة لسنة. فإذا مع المخاوف بصراحة إذا لم نكن نقف بشجاعة أمامها ما أعرف ماذا ستكون التالي. ويوجد هم كم مخبول وكم مهووس يعني يتأثر بهذه العملية، ومو جديدة، لا هو حذو النعل بالنعل. رسول الله يقول الأمم كلها تحذو القبلة حذو النعل بالنعل. فهاي الحالة كانت موجودة، مو دا أخمنها وأحتملها، مو صعبة على المفتين أن يصدروا لها فتاوى تشرعنها. فإذا هذا المفروض أن نحرر عقلية الفقهاء والعلماء من الخضوع والقنوع والاستسلام لرغبات العوام. العلماء يسيرهم وليسوا هم يسيروا العلماء. خلينا نمتلك الشجاعة ونقف. إذا ما نتحدث طبعا عن مؤسسات تمويلها بإقامة هذه الشعائر، تتاجر تدفع لها الأموال لإقامة هذه الأمور، فأنت تجي تمنع التطوير معناه راح تجفف هذه المنابع المالية لهذه الجهات العايشة على هذه الأمور. لا نريد أن نسمي، لكننا لا نعلم طبعا بذلك، فمؤسسات وراءها.